السلام عليكم. القصة اللي معانا النهاردة حصلت في تونس، واللي بيروي القصة دي إمام مسجد اسمه البغدادي. بيقول إن القصة دي هي أغرب حاجة حصلت معاه مع الجن. واضح إنه حصل له مواقف كتير مع الجن قبل كده، بس القصة دي هي الأغرب. وأساسا القصة دي انتشرت بين الناس، وناس كتير سمعت عنها، لدرجة إن بعد الجرايد في تونس ذكرت القصة دي، خصوصا بعد وفاة الشيخ البغدادي بطريقة غريبة جدا. بيقول البغدادي في البداية إنه تم دعوته هو وواحد من الشيوخ لبيت قديم، والبيت ده كان موجود في منطقة المحمدية التونسية، وهي مدينة أثرية قديمة. فالشيخ البغدادي أخد صديقه التاني، والتاني ده كان شيخ برضه، وراحوا البيت القديم ده. بيقول إن نية أهل البيت ده كانوا عايزينهم يقرأوا فيه قرآن، لأن كانت بتحصل فيه أحداث غريبة جدا. وبما إن المنطقة دي أثرية وقديمة، فالبيت كان قديم جدا، لدرجة إنك لو شفته هتقول إنه ممكن يقع في أي لحظة. البيت قديم جدا، وسكان البيت حالتهم المادية كانت سيئة برضه، عايشين تحت خط الفقر بالمعنى، فقراء جدا غلابة ربنا يكون في عونهم. والعيلة دي كانت مكونة من أم أرملة وعندها ولدين، وواحد من ولادها كان مجنون، كان بيعاني من الجنون يعني، وهو الكبير. ولما سألوا الأم عن السبب، يعني ليه ابنها حالته كده، قالت إن صحته كانت كويسة جدا، وما كانش فيه أي حاجة، وكان سليم عقليا مفهوش أي مشكلة. لكن في يوم من الأيام دخل سرداب في منطقة اسمها الدوامي، والمنطقة دي كانت جنب بيتهم مش بعيدة، وبعد كده اختفى. الولد نفسه اختفى في السرداب، وما لقاهوش غير بعد ما مر على اختفائه تقريبا سنتين. متخيلين؟ يعني الولد راح المنطقة دي اللي هي الدوامي، ودخل واحد من السراديب واختفى فيها لمدة سنتين، وبعد ما رجع كان فاقد عقله، يعني عقله راح، وكان بيعاني من نوبات صرع. وهنا بقى الأم بتقول من أول ما رجع وفي حاجات غريبة بتحصل في بيتنا، والمصيبة إنها ما عندهاش أي مكان تاني تروح له غير البيت ده. فهنا بقى الشيخ البغدادي سألها إيه الحاجات اللي بتحصل في البيت، يعني إيه الحاجات الغريبة؟ فقالت له أنا بشوف ناس غريبة في البيت، ناس إحنا ما نعرفهمش، فجأة بيظهروا لنا، وفي أصوات غريبة بتطلع من تحت الأرض ومن الحيطان، وإنهم دايما بيلاقوا شعر في الأكل، يعني كل ما بيجي ياكلوا بيلاقوا شعر في الأكل بدون أي سبب. وبتقول إنها في يوم من الأيام كانت مع عيالها الاتنين اللي احنا قلنا عيالها، وواحد من عيال الجيران شاف ناس غريبة في بيتهم، وكان باين منهم بس النص اللي فوق، يعني كانوا ماشيين من غير رجليهم. تخيلوا تشوفوا ناس بس نصهم اللي فوق ماشي. وهنا بقى لاحظ الشيخ البغدادي ان ابنها الصغير عنده ضرس واقع، واحد من اسنانه مش موجود. فسأله قال له انت ليه ما عندكش ضرس، خلعته امتى؟ فالولد هنا هو اصغر واحد، احنا قلنا عندها ولدين بس مش صغير في السن، يعني هو كبير ولكن هو اصغر ابنائها. فقال له انه فقد السن ده في حادثة غريبة جدا. بيقول كنت قاعد في اوضتي عادي جدا، قاعد بصلي، ولما طلعت من الاوضة قابلني قط اسود. قط لونه اسود وشكله كان غريب ومرعب، وكان نايم وراسه ملفوفة عكس جسمه. يعني تخيلوا كده معايا ان القط كان نايم على الارض عادي جدا، ولكن جسمه في اتجاه وراسه في اتجاه تاني. بيقول بقى الولد هنا انا افتكرت ان القط ده ميت، الطريقة اللي شفته بيها كانت باينة ان هو ميت، فجبت عصاية وخبطته بيها عشان اتأكد اشوفه ميت ولا عايش. هنا بقى القط نط في وشي ووقف وقعد يبص لي كمان، واتكلم بلغة غريبة، وبعد كده جري ناحية المطبخ، وهناك اختفى في الضلمة. ولما جريت وراه ما لقيتلوش اي اثر، دورت عليه في كل مكان في البيت ما لقيتش اي حاجة، اختفى وما بقاش موجود. وبيكمل كلامه هنا ويقول بعدها على طول رحت اوضتي ونمت، فحلمت اني كنت قاعد بصلي، وبعد صلاتي طلعت من الاوضة فلقيت قدامي شيخ ايديه طويلة، ايديه كانت طويلة جدا، وبشرته سودة، وكان في ايده عكاز، فراح ضربني بالعكاز او بالعصاية اللي في ايده، وقال لي ليه لما شفتني نايم خبطتني، وكان متعصب جدا مني وكمان غضبان. بيقول بقى هنا انا صحيت على طول من النوم وكنت مرعوب، ولقيت ضرسي مكسور والدم بينزل من بقي.
وبيكمل كلامه بعد كده للشيخ البغدادي وبيقول: وفي يوم من الأيام في الشتاء سمعت صوت حد بيناديني، في حد بيناديني وبيخبط على الباب من بره. بيقول كنت سامع صوت خبط على الباب، ووقتها أصلا أنا كنت نايم، فصحيت ورحت أفتح الباب، ولما فتحت الباب ما لقيتش حد، ما كانش في أي حد واقف بره، فرجعت تاني عشان أكمل نوم. وأول ما دخلت السرير سمعت صوت الباب بيخبط مرة تاني، والمرة دي بقى كان أقوى، الخبط كان أشد بكتير من المرة الأولى، والصوت اللي بيناديني المرة دي كمان كان أعلى. فالمرة دي بقى جريت بسرعة على الباب عشان أمسكه وأشوف مين اللي بيخبط، لكن برضه لما فتحت الباب ما لقيتش حد، مفيش حد عند الباب. رجعت تاني على السرير عشان أنام وخلاص، وقعدت أفكر بقى إيه اللي بيحصل، أفكر إيه الصوت ده ومين اللي بيخبط. وفجأة سمعت صوت الباب بيخبط للمرة التالتة، بس المرة دي كان أقوى، والصوت اللي كان بيناديني كمان بقى أعلى. لكن المرة دي استوعبت إن الصوت مش جاي من الباب أصلا، الصوت جاي من الدولاب اللي في أوضتي. الباب اللي بيخبط هو باب دولاب الأوضة مش باب الأوضة نفسه. بيقول بقى هنا أنا اتجمدت مكاني وما قدرتش أتحرك، عيني مفتوحة من الصدمة ومش قادر أقفلها ولا حتى كنت قادر ألمش، وعيني كانت ثابتة على الدولاب ببصله وأنا مصدوم. وبعد شوية باب الدولاب اتفتح واحدة واحدة، وطلع منه شخص ضعيف وأصلع بيتنفس بطريقة غريبة، وعينيه كانت بتلمع في الضلمة زي عيون الحية بالظبط، وما كانش عنده شعر في جسمه غير شوية شعر حوالين وسطه، وكان بيمشي على أربع، يعني على إيديه ورجليه. بيقول هنا بقى قفلت عيني من الخوف وجسمي كله اتجمد، وفضلت كده لحد ما خرج من الأوضة وما لمسنيش أو عمل لي أي حاجة. وفاكر بقى إن يومها أنا ما قدرتش أنام ولا حتى أتحرك من مكاني. الشيخ البغدادي بقى بيقول أنا استغربت من كلامه، وتشاورنا مع الشيخ اللي كان معايا وكان اسمه الشيخ الجريدي، وهو كمان كان إمام مسجد، واتفقنا على طول إن نبدأ ونقرأ القرآن في البيت ده، لأن الحاجات اللي بتحصل كانت غريبة جدا، ولازم بسرعة نقرأ القرآن ونرقي البيت ده. وفي الوقت ده كان الجو ليل، وأول ما بدأنا نقرأ القرآن فجأة الكهرباء قطعت، وكنا بنسمع ونحس إن في ناس بتمشي حوالينا. كنا حاسين إن إحنا مش لوحدنا في البيت ده، لكن ما خفناش وكملنا قراية القرآن اللي جايين عشانها لحد ما الكهرباء رجعت والنور رجع تاني. ولما الكهرباء رجعت ونور المكان رجع اتصدمنا، لقينا آثار أقدام متلطخة وكانت موجودة على سقف البيت، ودي كانت أغرب حاجة أنا شفتها في حياتي كلها. وكنا كل ما نبدأ نقرأ قرآن يحصل نفس الموضوع، وفضلنا مكملين على الحال ده لحد ما خلصنا حزب كامل من القرآن. وبعد ما خلصنا بصينا للأم فلقينا ملامحها كانت حزينة جدا ومتضايقة، فعلى طول هنا قلنا لها انت تروحي دلوقتي عند جيرانكم واقعدي عندهم لحد تاني يوم لحد ما نخلص قراية قرآن. وبيقول الشيخ البغدادي انهم رجعوا هو والشيخ الجريدي تاني يوم، وكانت الام واخدة ابنها الكبير ونايمة عند الجيران، وما كانش معانا غير ابنها الصغير. بيقول بقى بدأنا قراية قرآن تاني وما عداش غير دقايق بس والولد الصغير هنا اغمى عليه، فحطيت ايدي بسرعة على راسه وكملت قراية القرآن. وبرضه بعد دقايق سمعنا صوت ضحك غريب، الصوت كان قريب من نباح الكلاب، هو صوت ضحك بس شبه نباح الكلاب بالظبط، وواضح من الصوت انه صوت راجل كبير في السن وكان جاي من تحت الارض. فانا هنا بقى وقفت قراية قرآن وكمل عني الشيخ الجريدي. فبيقول اول ما وقفت قربت ودني من الأرض وده عشان أسمع أي حاجة. هنا بقى سمعت صوت الضحك كان واضح جدا وكان صوته يخنق الصدر. فبيقول لما حطيت ودني على الأرض سألت مين انت، لكن محدش رد عليا، بس الصوت بدأ يعلى أكتر وأكتر. فبيقول هنا بقى استغفرت وسألت تاني، هنا الصوت عالي أكتر. فبيقول أنا من قوة الصوت والخوف شتمته، فرد عليا على طول وقال اطلعوا من أرضي. وبعدها الصوت كان بيطلع شوية وبيختفي شوية، يطلع شوية ويرجع يختفي، لحد ما الولد الصغير اللي كان مغمى عليه فاق. وأول ما الولد ده فاق بدأ إنه يرجع ويتقيأ، وكان بيطلع من بقه خيوط شعر
كان بيرجع خيوط. ويكمل كلامه وبيقول: عدت الأيام وإحنا على الحال ده، كنا كل يوم بنيجي وبنقرأ في البيت الغريب ده، بنجيب القرآن وبنقرأ، لكن الأحداث الغريبة ما كانتش بتقف ولا كانت بتقل حتى، كانت مستمرة بدون أي فايدة. هنا بقى بيقول الشيخ: في يوم من الأيام وإحنا قاعدين بنقرأ قرآن في البيت ده، وكان معانا الولد الصغير، دخلت علينا الأم واستأذنت إنها تدخل الحمام، وكان الحمام في آخر ركن من البيت، يعني مفيش حد يقدر يدخل أو يطلع منه غير لما يعدي علينا إحنا الأول، لازم يمشي قدامنا. فقلنا: اتفضلي. ودخلت الحمام، واحنا هنا وقفنا قراءة القرآن لحد ما الأم تخرج من الحمام. فبيقول بقى: فجأة واحنا مستنيينها تخلص وتطلع عشان نكمل القراءة بتاعتنا، سمعنا صوت حد بيخبط على الباب، وانا بنفسي رحت عشان افتح الباب، واتفاجئت ان اللي واقف قدامي على الباب واللي كان بيخبط هي الأم. طيب مين اللي في الحمام؟ بيكمل كلامه يقول: في يوم من الأيام كنت أنا والشيخ الجريدي لسه مخلصين قراءة قرآن، فقلنا نرتاح شوية، كنا بنقرأ فترة طويلة فقلنا ناخد بريك. فبيقول بقى: أنا من التعب نعست ونمت كمان، ولما صحيت ما لقيتش أي حد في البيت، وكان الوقت ليل والشمس غابت، فأنا احترت مش عارف أعمل إيه، أنا لوحدي في البيت مفيش حد ومش عارف هم راحوا فين. وفجأة سمعت صوت همسات، ناس بتهمس، والصوت ده جاي من كل حتة حواليا، وكنت كل ما ابص على باب أوضة ألاقي ناس واقفين بيبصولي جامد، كأن في ناس بتبص من بعيد، فكنت بسمي وادخل كل أوضة، ولما أدخل ملاقيش فيها حد. بيقول: بعد اللي حصل ده أنا خرجت بسرعة من البيت وقلت مش هقعد هنا، فقمت وخرجت. وتاني يوم بقى كلمت الشيخ الجريدي وسألته، قلت له: انت ازاي خرجت من البيت وما صحتنيش عشان نمشي مع بعض؟ فقال له: يا حبيبي انت استأذنت مني اصلا وقلت انك ماشي، وانت اصلا خرجت من البيت قبلي. والام فعلا اكدت الكلام ده وقالت له انها لما رجعت البيت ما لقيتش غير ابنها الصغير وحده، يعني انت يا شيخ بغدادي اصلا ما كنتش موجود في البيت. بيكمل ويقول: فضلت الاحداث الغريبة دي زي ما هي، مهما قرينا قرآن ومهما دعينا مفيش فايدة، مفيش حاجة بتتغير. وبيكمل هنا الشيخ البغدادي وبيقول: في ليلة من الليالي كنت نايم، فحلمت إني دخلت سرداب ضيق جدا شبه القبر كده، والسرداب ده كان قريب من بيت العيلة دي. واتفاجئت تاني يوم لما صحيت ورحت حكيت الحلم ده للشيخ الجريدي، فرد عليا وقال إن هو كمان حلم بنفس الحلم ده بالظبط بنفس التفاصيل. بيقول بقى إن إحنا هنا رحنا للأم وسألناها، قلنا لها إيه الحفرة دي اللي إحنا حلمنا بيها، حكينا لها الحلم كله، تعرف المكان ده ولا لأ؟ فقالت لهم: أيوة، دي الحفرة اللي ابني دخل فيها قبل ما يختفي. فبيقول بقى: اتشاورنا أنا والشيخ الجرير وقلت له تعالى ننزل ونشوف، يمكن نلاقي إجابة على أسئلتنا أو نلاقي أي حاجة تساعدنا نساعد العيلة الغلبانة دي. وبعد صلاة الفجر تاني يوم رحنا نفس المكان، والأم هي اللي كانت بتدلنا عليه. فبيقول الشيخ البغدادي: أنا نزلت الأول والشيخ الجريدي نزل ورايا، وبعد ما نزلنا قلنا للأم تمشي وما تنزلش معانا، وكان المكان ضلمة جدا وضيق جدا، وكان معانا كشاف، بس الغريب إن الكشاف اللي معانا ما كانش قادر ينور المكان، النور بتاع الكشاف ما كانش كفاية، أو كنا متخيلين إنه مش كفاية، بس كان سقف السرداب ده واطي جدا لدرجة إنك لازم توطي عشان تقدر تمشي في المكان ده، وكنا شايفين نور جاي من آخر السرداب. فبيقول بقى هنا الشيخ: فضلنا ماشيين جوه السرداب حوالي 10 دقايق كاملين، واحنا قلنا انهم دخلوا الفجر، يعني المفروض يكون الصبح طلع عليهم، لكن لما طلعوا كانت الدنيا ليل، كان المكان ضلمة، ولقينا نفسنا في منطقة صحراوية مرعبة جدا. ولما بصينا ورا على المخرج اللي لسه طالعين منه لقيناه مدفون كأنه ما كانش في حفرة أصلا. فحاول بقى هنا الشيخ الجريدي إنه يحفر على قد ما يقدر عشان يشوف الباب، ولكن مفيش أي فايدة، كل ما يحفر يطلع رمل بس، كأن ما كانش فيه أصلا حفرة في المكان ده. فعرفنا إن كل اللي حصل ده
من فعل الجن، وإن السرداب اللي دخلناه ده كان مدخل من مداخل لعالم الجن، وكان الرمل محاوطنا من كل ناحية ما عدا اتجاه واحد بس. في الاتجاه ده كنا شايفين بيوت من طين على مد البصر كده تشوف، وكان طالع منها لهب نار. فرحنا طبعا ناحية البيوت دي وكنا شايفينها قدامنا، والمسافة بيننا وبينها ما كانتش بعيدة. لكن المشكلة بقى هنا إننا كل ما بنمشي ناحيتها نلاقيها بتبعد عننا، كل ما نقرب هي تبعد. فيقول فضلنا ماشيين وماشيين لحد ما تعبنا جدا، اتكسرنا من التعب، بس كملنا مشي وكنا بنستغفر واحنا ماشيين، لحد بقى ما لاحظنا اننا فعلا بدأنا نقرب من البيوت دي، بقينا نقرب من البيوت اكتر، وكل ما قربنا اكتر نسمع صوت مزامير ودق طبول وناس بتغني. بس الغنى كان غريب كأنه عواء حيوانات. طريقة الغنى نفسها كانت مرعبة جدا. ولما وصلنا لقينا ناس عريانة بيرقصوا حوالين نار، لكن ما كانش ليهم ظل من نور النار. النار مولعة وهما بيرقصوا ومفيش أي ظل ليهم. كمان الأرض اللي كانوا ماشيين عليها ما كانتش بتسيب أي أثر لرجليهم، لا ظل ولا أثر. فبيقول واحد منهم جالنا بسرعة ووشه كان غريب، وكل ما كان بيقرب علينا ملامحه كانت بتتغير مش طبيعي. وأول ما وصل عندنا قال لنا اقعدوا هنا. فبيقول الشيخ احنا ما قلناش أي كلمة، سكتنا وكل اللي عملناه وانا بقعد اني سميت وقلت بسم الله. واول ما قعدت لقيت نفسي انا والشيخ الجريدي قاعدين على صخرة في مكان فاضي، وكل حاجة حوالينا اختفت، حتى البيوت نفسها اختفت والنار كمان اختفت. فبيقول بقى بدأنا نستغفر وخفنا جدا، وفجأة سمعنا صوت خطوات، صوت رجل تقيلة جدا كأنها رجل حيوان كبير. فبصينا ورانا لقينا راجل تخين راكب على جمل. من كتر ما هو تخين الجمل اصلا كان هيقع من تقله، وكان لابس تاج من خشب على راسه وعليه حشرات، والجمل كمان اللي كان راكبه كان لونه اسود، كل الجمل اسود. فقال لنا بصوت تقيل جدا ايه اللي جابكم المكان ده، انتوا مش عارفين المكان ده محظور على اي بني ادم؟ فبيقول احنا حكينا له القصة بتاعتنا كاملة واحنا ليه جينا هنا. فرد علينا وقال انتوا مالكمش دعوة، الولد ده عليه طار وهو اذى واحد مننا، والبيت اصلا ملك لينا، هما اللي جم وسكنوا، احنا امه زيكم، فنصيحتي ليكم ترجعوا مكانكم وهترجعوا سالمين. فهنا بقى بيقول الشيخ البغدادي احنا ما قدرناش نعمل اي حاجه وكنا مرعوبين، قلنا له ان المخرج اللي خرجنا منه اختفى، وحاولنا نرجع بس ما كناش عارفين. فقال لهم ارجعوا ومالكمش دعوه، تشوفوا الحفرة مرة تاني، بس خدوا بالكم ما تبصوش وراكم، لو بصيت وراكم هتندموا طول عمركم. فهنا بقى بيقول الشيخ رجعنا تاني لنفس المكان، فلقينا حيوانين جسمهم جسم كلب وراسهم راس إنسان، وكانوا بيحفروا في الأرض لحد ما ظهر المخرج اللي طلعنا منه. فبيقول بقى أنا نزلت قبل الشيخ الجريدي وكنت موطي راسي وماشي في الضلمة، والشيخ الجريدي كان ورايا لحد ما قربنا نطلع من السرداب. هنا بقى سمعت صوت الشيخ الجريدي بينادي أمه وكأن سامعها بتناديه، وبعدها سمعت صراخه، كان بيصرخ وفجأة الصوت سكت. بيقول أنا ما بصيتش ورايا، خفت أبص بصراحة وتوقعت إن كل الأصوات دي من فعل الجن، وهو قال لنا ما تبصش ورانا. وبعد ما طلعت من السرداب استنيت الشيخ الجريدي فترة طويلة لكنه ما طلعش، اختفى وما ظهرش بعد كده ابدا. وانتشرت القصة دي بين الناس وفضلوا يدوروا عليه في كل مكان، ولكن محدش كان لاقي له اثر، والسرداب ده اصلا محدش شافه تاني. وبعد فترة تم هدم البيت ده واتبرعت مجموعة ناس بفلوس وبنوا مسجد مكانه وسموه جامع محمد الجريدي. وواحد من أهل الخير ادى للأرملة الغلبانة دي وعيالها بيت يعيشوا فيه. الغريب بقى والمريب في القصة كلها مش اللي احنا حكيناه ده، الغريب ان بعد شهور من الحادثة دي تم العثور على الشيخ عبد المجيد البغدادي ميت في بيته، والنمل كان بياكل في راسه وأطرافه كانت مفصولة عن جسمه. أتمنى القصة عجبتكم، لو وصلت معنا لحد هنا ما تنساش اللايك بتاعك والاشتراك، وأشوفك في قصة جديدة إن شاء الله، وسلام.